هذا المسلسل برعاية رياشات أبو القاسم بأرمنت الوبورات. بلغني إنك نزلت بضاعة في جزيرة ولاد يونس، دي مش منطقتك يا عمدة. ويه ما اداكش فلوس برضك كمان عالداير علينا يا حمزة؟ دول مصاريف عيالي يا اخويا. طب ما احنا كمان عاوزين مصاريف، ولا هو ابوك الحالة؟ انا عندي عيال عايز اربيها، اقول لك ده بدوني حته ارض زينه اكل منها عيش انا وعيالي. معك فلوس الدنيا نشفها علينا؟ ما تقلبش دماغك، خليك قاعد بدماغك يا منصور لحد ما يجي ود الغريبه وياخد كل حاجه. بلاويش يبيع الله يعال، حتى الراجل القليل ده بقي لي راي. الامان يا عفيفي. لا لا سمح الله، ما اقصدش يا جابر. يا منصور، يا منصور. ايوه اخوي. عاوزك تقب وتغطس وتجيب لي حمزة نهدله. حاضر اخوي. روح. منصور شيخ حمزه وراح العزام. ايه؟ وده بأمارة ايه؟ بأمارة ان ابوك كتب الارض كلها باسمي، حتى البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده مكتوب باسمي برضه. لا والله ما يحصل، لازم تاخدهم، ده ثوابهم كبير عند ربنا. ولا انت عايزين ياخد الثواب ولا ايه؟ اخرت ليه يا مخ الجاموسه؟ مرحبا متر. السلام عليكم. عم عبد العال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا عمي؟ الحمد لله والله انا مهدوء يا ولدي. تعال اتفضل طيب اقعد. لا والله انا جاي لك في كلمتين وماشي على طول. كلمتين؟ كلمتين ايه؟ قول يا عم عبد العال قول. والله يا ولد انا كنت جاي لك في طلب وعايزك تفكر في زين وبعدين ابقى رد علي. طلب؟ قول يا عم عبد العال انا سامعك قول. للمره الثانيه يا ولدي، للمره الثانيه بقول لك ادي اخواتك حقهم. تاني يا عم عبد العال، ده انت كنت اكتر واحد رافض موضوع القسمه، ايه اللي جرالك؟ يا ولد انا كنت رافض القسم في حياه ابوك، لكن دلوقتي حاجه تاني، وبعدين انت كده هتديهم حقهم، فرقت ايه دلوقتي من بعدين؟ فكر في الكلمتين دول زين وابقى رد علي، وابقى افتكر ان معك بيت وعيال، دول اهم من مال الدنيا كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم عبد العال. انتبه ليدك من ود المحروق ده يا عزام. عفيف ابو زهران ده مفيش حاجه قلت له عليها وما عملهاش. بس المرة دي مش زي أي مرة عدت واصل يا عزام. المرة دي يا إما نعيش عيشة الملوك يا عشماوي ياخدنا بالحضن كلنا. عشماوي؟ فلا الله ولا فعلك يا أخي، أنت هتلبش جدتي ليه؟ بقول لك إيه يا عزام؟ قول يا اخوي. إيه رأيك؟ إحنا نهربوا لحد ما عفيفي ده يخلص اللي قلنا له عليه. عارف لو ما كنتش اخويا الكبير كنت طخيتك طلقتين وخلصت منك ومن غبائك ده. ليه بس يا اخوي؟ يا ابو مخ تخين افهم، احنا لو هربنا وسيبنا البلد كاننا بنقول للناس اللي ما شافش يشوف. كلام محروس صح يا اخوي، ما احنا هنكونوا برا البلد وقت الحادثه وعمر ما حد هيشك فينا. شوف البهيمه الثاني ده عاد يا تفهم، اهل البلد كلهم عارفين ان احنا طول عمرنا مرزوعين في البلد وعمره ما حد فينا راح في حته، قوم فجاه كده كلنا نهج ونسيبوا البلد، وقتها اهل البلد كلهم هيشكوا فينا، موضوع الورث هيتفتح من تاني واحنا مش ناقصين. ايوه كلامك صح يا اخوي 100%. احنا نقعد هنا ونتعاملوا مع الناس عادي واصل. ايوه تتعاملوا عادي، ومحروس بالذات حسك عينك حد يلاحظ عليك حاجه. هو ماله يا اخوي؟ هو ماله؟ واول ما يجينا الخبر كلنا نطلعوا على بيت حمزه، وطبعا مش هوصيكم باللي هنعملوه هناك. ما تخافش، ده انا هبكي واسبل عليه. يا زميل ما سبلتوش على ابوي لما مات. ما تخافش يا اخوي، احنا هنعمل الواجب وزياده شويتين كمان. انت اللي بدأت يا ولد ابوي والباقي اصلا. وبعدين يا حمزة، عم عبد العال كلامه كله صح،
وبعدين انت من يوم وفاة ابوك وانت عايش في قلق وحيرة، وكمان دخلت نفسك في عداوة ملهاش اي لازمة مع اخواتك. هم صح كانوا كارهينك من قبل موضوع الورث ده، بس عمرهم ما كانوا هيفكروا يؤذوك. يا رب، انا محطوط بين نارين ومش عارف اعمل ايه. انفذ وصية ابويا واخلي اخواتي يرجعوا عن طريق الحرام اللي هم ماشيين فيه ده، ولا اشتري راحتي وراحة بيتي وعيالي واديهم حقهم؟ لا، انا لازم احافظ على بيتي وعيالي، وان كان على وصيتك يا ابوي فانا بطلب منك تسامحني. انا مش قادر احافظ عليه. اخواتي الشر مال قلوبهم والحرام بقى يجري في دمهم زي المية. انا هروح لعم عبد العال واخلص الموضوع ده. يا عم عبد العال. حمزة خش، الباب مفتوح. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. يا عبد العال. تفضل يا ولدي. الله يبارك لك يا رب. امال ناصر فين؟ قال هنا دلوقتي حقوم اشوفوا لك. لا بصراحة كده أنا جاي مش عاوز نصر، أنا عاوزك أنت يا عم عبد العال. طب اقعد يا ولدي. خير ان شاء الله، ما انا كنت معاك في الارض الصبح. أنا جاي أقول لك إني فكرت في الكلام اللي أنت قلته لي يا عم عبد العال. بالسرعة دي يا ولدي؟ ما تركبش راسك، فكر تاني وتالت، انا خايف عليك. ما هو يا عم عبد العال. ما هو ايه بس يا ولدي؟ اخواتك عمره ما هيرجع اللي في راسهم واصل. اصل يا ولدي اللي يمشي في طريق الحرام بخاطره عمره ما هيرجع منه بالغصب يا ولدي. كلامك كله صح يا عم عبد العال، وأنا جاي أقول لك إن أنا نويت أدي إخواتي حقهم. صح يا حمزة، صح يا ولدي. صح يا عم عبد العال. أنا الصبح إن شاء الله هعدي على المحامي وهخلص كل حاجة، وإذا كانت على وصية أبويا اللي أنا ما نفذتهاش فربنا يسامحني. عين العقل يا ولدي، عين العقل. هبعت لاخواتك عشان يسكتوا ويهدوا شويه يا ناصر. لا يا عم عبد العال، أنا اللي هقول لهم الصبح، خليها تجي مننا. ماشي يا ولدي، اللي تشوفه. طب بالإذن أنا يا عم عبد العال. اذنك معاك يا ولدي، ربنا يكملك بعقلك.